بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يلا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. الفيديو ده مهم جدا لأي حد راكب عربية، لأي حد، لأن هو فيديو عبارة عن إزاي تغير مية لعربيتك وتصفي المية اللي فيها كلها، وبعدين تحط المية الخضراء وتاخد هواها. طبعا زي ما انتم شايفين بحل الفبرة اللي تحت واجيب او اسفل، يعني اسفل، يعني اسفل درجه الميه فيها، يعني اقل حته الميه فيها، واقوم جاي فيك الكاوتشه بتاعتها اللي هي تحت خالص، واقوم جاي فاكك ومصفي الميه. ليه؟ عشان الميه اللي في الموتور كلها تنزل. وافك طبعا الغطا بتاع القربه اللي فوق عشان يديني نفس الميه تنزل منه. طبعا انت بتفك الكاوتشه وتسيبها، ممكن تنزل شويه ميه صغيرين، وبعدين ايه لما تسيبها شويه تبدا تنزل بقى الميه اللي في الموتور كلها. كده انا كنت سبتها بقى شويه صفت اللي فيها كله، قمت جاي حاطط الكاوتشه مكانها، رابط الكوليه بتاعي. ااكد على الكوليه ان هو اتربط زي ما كان مربوط، واحسن اربط الفبره بتاعتي. ربطت الكوليه، اربط الفبره. وعلى فكره الفيديو ده مهم جدا للعربيات كلها. العربيات داخله على موسم صيف، موسم صيف درجه الحراره بتاعه الموتور الميه العاديه ما بتستحملهاش جوه، بيبقى فيه نسبه تبخير ميه، بيبقى فيه نسبه صدى. طبعا ربطت وخلاص، بجيب بقى الميه بتاعتي اللي انا هحطها، واقوم جاي حاطط ايه الميه في القربه، شايل الخرطوم اللي في الجنب عشان برضو ما هدرش ميه كتير من اللي انا جايبها. بتبقى في نسبه ميه صغيره من اللي في العربيه مركونه بقى في المواسير. بحط انا الميه بتاعتي واسد مكان الخرطوم. اتاكد ان القربه اتملت على الاخر. زي ما مؤاخذه بقى، بقوم جاي نافخ مكان القربه، شوف بقى بتطلع ميه ايه، ميه بقلله اللي هي الهواء، والميه العاديه اللي باقيه خالص بحاول ان انا افضي الميه العاديه كلها. يعني عامل زي اللي بحط الميه الخضراء وازق بيها الميه العاديه. شوف ميه عاديه اللي بتطلع لحد ما تبدا بقى بشار الميه الخضراء اللي انا حاططها تبان. في هوا، في هوا بيطلع اهو. لازم اتاكد ان الهوا كله طلع. الحته اللي انا باخد منها هوا دي اعلى مستوى في الميه. بعد ما انفخ بقى كذا مره اتاكد ان الخرطوم ذات نفسه بيجيب ميه صافي لوحده من غير ما انفخ. لو خدت بالك بيجيب ميه فيها نسبه هوا بسيطه قوي، وبدا يجيب ميه صافي اهو. بقوم جاي مركب بقى وقافل غطا القربه، ظابط الميه وقافل الغطا، وادور العربيه. لما الاقي الريداتير بقى بعد الدواره، الريداتير بدا ان هو يدفع مع دفعين المكنه، اعرف ان هو كده ان شاء الله يعني مفيش هوا في دايره الميه. بلاقي الريداتير والقربة ايه بدأوا يطفوا مع المكنة، يبقى كده دورة المية كلها شغالة. انما لو في هوا تلاقي الريداتير ساقع والمية والموتور سخن، تعرف ان في هوا في الدايرة، تاخد هوا تاني. ده مثلا لو لا قدر الله لو في هوا. انما طول ما الريداتير دافي والقربة مع المكنة، تعرف ان دايرة المية كده تمام. وكل سنة وانتم طيبين يا اخواتي، والتقدير بالله عليكم.
مش هتخسر حاجة لما تعمل اشتراك ولا متابعة ولايكك الجميل وتعليقك الجميل والمشاركة. التقدير يا اخواتي بالله عليكم، كل سنة وانتم طيبين.